السلام عليكم متتبعين ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. بغيت نشارك معكم هاد الشليضة ديال صحاب الحمية. آآ أنا درت هاد القمح، هذا قمح غاسلاه في الدار ومطاحناه على يدي و ودايراه كسكسو. أنا بغيت نديرو معاكم شليضة على شكل التبولة اللبنانية. آآ هي زوينة لصحاب الحمية باش تبدلي المنظر ديال كل مرة الخضرة مسلوقة، كل مرة شي حاجة هكا تبدليها تاني شليضة بهاد الطريقة مع شي حوت مشوي ولا دجاج مشوي ولا مبخّر، من الأحسن ملي تكون. المهم صحاب الحمية اللي دايرين ريجيم على قبل جرثومة المعدة وقرحة المعدة، من الأحسن ياكلوا المبخّر. لا كان اللحم ولا داك، لا كان الحوت ولا كان الدجاج، من الأحسن يكون مبخّر. الدجاجة مرة في السيمانة، مرة الحوت في السيمانة، مرة الدجاج، والأيامات الأخرى يقضيوها خضرة، من الأحسن أنا بعدا دايرة هاكا. دابا هذا شوية ديال لافوكا مع شوية ديال الخيار، هذا خيزو محكوك رقيق، هذا داك الملفوف على في جوج الألوان، الملفوف البياض والملفوف البنفسجي. وهذه فورت داك القمح، القمح كسكسو فورته، ودرت سميتو واحد نقيطة ديال زيت الزيتون اللي بغا يديرها، رشاشة ديال الملحة. أنا راه مفورة الطعام بالمليحة، ما زدتش، من الأحسن بنادم يكون ناقص من الملحة بالمزيان. برك على ديك المليحة اللي طاب فيها الطعام، طابت فيها ديك الكسكسو. صافي تخلطي ديك الخضرة مع السميدة مزيان، مفورة، كتكون مفورة مزيان، خاصك تفوريها مزيان باش ما ديرش في المعدة، باش ما تبقاش تاعبك في المعدة. المعدة كتكون مسكينة مهلوكة. تفوريها مزيان مزيان تتولي رطبة، كتحركيها مع الخضيرة هكا مع ديك النقيطة ديال الزيت. الله يشافي الجميع، الله يشافي كل من تحرم من الماكلة العادية. وهي في الحقيقة هاد الماكلة راه تا هي صحية وتا هي زوينة. الماكلة راه تا هي فيها نشويات، فيها فيتامينات، فيها المهم الخضرة وكلشي كاين، كلشي بنادم، كلشي موجود في هاد الشليضة هادي، فيها الخضرة، فيها النشويات. ايوا الحمد لله. صافي راه هي هادي شليضة. ايوا بالصحة والراحة. بالنسبة للأخوات اللي غادي يشوفوا هاد الشي ديال الحمية وما عندهم ما يديروا به، غير يسمحوا لي إن شاء الله، غير نشد إن شاء الله في راسي شوية في صحتي، ونرجع إن شاء الله ندير شي وصفات زوينة وراقية بإذن الله. غير ما تنساوش ليا اللايك وما تنساوش ليا الاشتراك، عافاكم. إن شاء الله نرجعوا ندير وصفات إن شاء الله زوينين. بالصحة والراحة. شكرًا.